يعطيكم العافيه. انا اليوم شرفني محمد المسمري والله لي الشرف يا ابو راكب. الله يديمك ويعزك، اعلامي وشاعر ومحارب عن بلده بشكل عظيم جدا. اول شيء انا سعيد في جوفك، والله لي الشرف، والله يعطيك العافيه. الله يكرمك. انا بسالك سؤال يا حبيبي، ارتاح ارتاح. محمد، انت يوم من الايام انتقدت المملكه العربيه السعوديه. نعم. وكان انتقاد حاد وكنت تتكلم عنه، ليش يا محمد؟ وانت اليوم في المملكه العربيه السعوديه. والله يا ابو راكان، انا كنت ارى ان الذي يعمل انه صح، وانا في النهايه بشر، وكنت ادافع على وطني. انتقدت من ناحيه، يعني ربما يعني ما سبيت، انتقدت، اما السب حاشا، لا دخلت في ارض ولا سببت ولا شتمت ولا طعنت. قيرة على بلدي، مثل ما انتم الان تدافعوا تموتوا موت على بلادكم، انا كنت ادافع على بلدي، وكنت ارى اني على حق. الله المستعان. اوكي. كنت ارى اني على حق. من ناحيه تم قصف امخاخ ملايين اليمنيين، اقول لك بشكل صريح. شلون؟ القومجيين من جهه، الشعبويين من جهه، الناصريين من جهه، الزيديين من جهه، يعلموك من صغرك انه عبد العزيز ال سعود الله يرحمه ورث عياله ورث، انه لا تخلوا اليمن تطلع ولا تخلوا اليمن تنزل، وقصلوا امخاخ اليمنيين بالهبل ان السعوديه طامعه في ارضك وطامعه في غازك وفي بترولك وفي هذا. لا، ما تشوف الان، خل اجيبها لك على البلاطه. على اليمن الان يعني كانت شبه مقسمه، والاخوه في الامارات كانوا يقسموا البلاد. لو السعوديه طامعه في بلادنا كما تقول الامارات ياخذوا الجنوب، انا باخذ حضرموت المغرب. لكن ما كنت تنتقد الاخوه في المملكه لي فيديوهات من 2017 2018 ادافع عليها، موجوده حتى الان، موجوده في اليوتيوب. ايضا خرجت في امريكا وتكلمت، موجود الفيديو في التيك توك في 2022 قبل 4 سنوات، لما بايدن تكلم على قانون جستا والسعوديه، خرجت اقف مع المملكه العربيه السعوديه قلبا ومستعد اروح ضارب باب البيت الابيض. انا يعني ما كان انتقادي للسعوديه دفاعا عن الحوثي، وتحداهم يلقوا لي حتى فيديو او تغريده او قصيده يعني مدح في الحوثي ولا في عبد الملك. لا، كنت ارى ان هذا الشيء صح، عملته. ومن ناحيه قلت لك في قصف امخاك، وثاني شيء حدث هذا السن قبل 10 سنوات، كان عمري 24 سنه، صليت على النبي. هذا يجاوب على السؤال الاول. طيب والان؟ الان يا طويل العمر السلامه، انا جيت المملكه العربيه السعوديه وكنت اظن يعلم الله ويبي يسر لي. ها؟ كنت اقول يعلم الله ويبي يسر لي، الله المستعان، ويعلم الله ويبي يحصل لي. وصلت داخل بيتي بين اولادي واهلي، والله ما لقيت الا الترحيب. تخيل وصل حد ان في ناس سعوديين يراسلوني بالسلام، يقولوا لي اسالك بالله يا اخي بطبخ لك واجيب لك اكل الفندق. تستاهل ان نكرمك. كنت اقول هذا الناس اللي كنت انتقدهم والله ما مي وجه باي وجه. مثلا اقابل السعوديين، قاعد اكلم ابو جمال الصباح وانا امشي، قلت لما اقابل استحي، وشفت الاستقبال وشفت الترحيب، وفي المطار يا مرحبا يا مسمري يا مسهلا. قلت انا ليت كل الشعب اللي مقصور مخه بس يشوفوا اللي شفت انا بس، والله الذي لا اله الا هو، ليت الناس يشوفوا اللي شفت انا. وثاني شيء يا ابو راكان، الله يطول عمرك، انا انسان فقد 19 شخص من اهله، الله المستعان، وانا عربي في النهايه، واخوي على راس الذين يستشهدوا بالقصر. الله اكبر. يعني لو حصلت عندك انت ما بتدافع شيء على بلدك ولا بتتكلم، واللي ما يدافع على بلده ما في ابو خير. اتفق معك يا رجال. يعني احيانا قد يقودك عقلك حتى وانت على باطل، لكن الحميه العربيه تظل حميه عربيه. صلى على رسول الله. فقط 19 من عائلتي، 19 من عائلتي بقصف الطيران، من اقرباء من اصهار، واخوي على راسهم والله يرحمه ويغفر له، عنده 10 اولاد و3 حريم، وما لم الا قطع. هذا القيره اذا ما خرجت في هذا الوقت لا فيني خير. انا اقول لك بصراحه، انتم الان مستميتين بالدفاع على بلدكم، واي سعودي ما يدافع على بلده ولا يقف مع بلده ومع ولاة امره ما في خير. لو يطلع في خيط وينزل بشعره. انا كان موقفي قبل سنوات مثل موقفكم الان، واي انسان ما يدافع على بلده انا احترم حتى لو كان بودي، ولا ما يسقط في عيني اي انسان ما يدافع على بلده. تمام. وهذا نصيحه للسعوديين، عضوا على بلدكم بالنوادج، اما ان تقفوا مع ولاة امركم ومع بلدكم وتقاتلوا قتال الرجال عليها، ولا بيصير حالكم مثل حالنا. والعيون كلها على السعوديين. الغربي يا رجال، اذا كان جارك وعربي يحاول تقسيم بلدك ويحاول يحاصر السعوديه، كيف باللي برا، بالاجانب والاوروبي والامريكان وغيرهم. دافعوا على بلدكم بكل ما اوتيتم من قوه، وما علوم اي سعودي انتقدني. لي الشرف انك انتقدتني، انا لا انتقدت السعوديه يوم من الايام، انه انت الان في الموقف الصح اللي كنت انا فيه. محمد، يعني لو عاد بك الزمن يعني تنتقد السعوديه، تسب السعوديه؟ عاش، انا ما سبيت، انا كنت انتقد،
وصدقني يا ابو راكان انا انتقدكم افضل لي من ان اقتل ولا الله المستعان. اجيبها على بلاطه. افضل لي ان انا انتقدكم افضل من ان اقتل باليمن، لانه انسان مشهور ومعروف في اليمن، ما معك لا تتكلم هذا الشيء. انت عارف ولو الكلام اللي وجهته للسعوديه والشعب السعودي وجهته للجماعه بصنعاء كان لا في بيت ولا في اهل. الطرف واحد يجيب كلمه واحده خلف الشمس يحاسبك على السكوت. ليش ما تكلم؟ خليك ما تكلمت. فانا لما جيت له هنا يعني ما توقعت ولا حدا لا مصدوم. والله مصدوم. وانا اقول لك هم اللي ينتقدني يعني اللي قاعدين بهذه الاشياء ويحرض علي. تخيل مش السعوديين كثير من اليمنيين لكن منهم الاخوه الانتقالي، لانه انا قاعد اتكلم على امارات ومشروعها والحوثيين لانه فقدوا صوت كبير المسبري كان يتكلم عليه في السعوديه. هذا يعني بالمختصر. ايه بقول لك شيء يا ابو راكان. نبه. لما السعوديه استهدفت الاسلحه المهربه للمكلة وكانوا مراقبين السفينه اللي مطفيه، ما اتحدى تسال واحد يمني في امريكا وما احتفل. الناس رقصوا. الله اكبر. والله الذي لا اله الا هو ما يمكن تسال اي واحد في امريكا اليمنيين. الناس فرحت، خزنت، قيلت، سمرت، احتفالات كانها فتح من فتح الله. ليش؟ احنا الامل كان اليمن رايح اديك على البلاطه، اليمن كان رايح وما عاد في امل الا ملك من السماء يجي ينقذنا. فانقذنا محمد بن سلمان. الله المستعان. الله المستعان. الرجال شوف لو اليمنيين يجلسوا يلهجوا بذكرى 1000 سنه والله ما كفوا حق محمد بن سلمان. الله اكبر. يا رجال خرجك من داخل بلعم نتنياهو. انت تعرف ايش معنى هذا؟ انه بلدك كان مقسم ومشطر وميليشيا واسرائيل تجي في البحر الاحمر ويقسم اليمن كله، وجاء محمد بن سلمان في خلال 8 ساعات انهى هذا المشروع كله ورجع اسرائيل 1000 سنه للوراء انها ما تدخل اليمن. انت عارف ايش معنى هذا؟ وش ردة فعلك انت؟ كتبت قصيده. ها؟ كتبت كم بيت. وبلسان الشعب السعودي. قلت يا اللي تظن ان ما عرفنا اللي تسووا، اخطات ظنك كل شيء راصدينه. شربك وزادك والعشاء اللي يتعشوا ندري بنوع اللحم ذي ماكلينه، تطفي الرادار وتطفي الضوء، والله لو طفيت حتى الماكينه. سنين واحنا صابرين ليلة العو، وشفت وشسينا بحمل السفينه، مراقبينك بحر والبر والجو، حتى الذي بتفكره عارفينه، واثباتنا مشروعكم دي بريتوا صقورنا في ساحه مدمرين. الله الله. انت وش ردة فعلك اول ما شفت قبل القصيد؟ ردة فعلها ايش؟ يوم ما شفت السفينه انضربت الاسلحه ذي كلها. كاني كنت نايم وقاعد احلم ان اليمن ما بيتحرر. مش مستوعب فرحه يعني ما اقدر اوصفها. انت على حاجه ما تقدر توصفها، هذا اللي بقدر اوصفها. الله المستعان. والله ما اقدر اوصفها. يعني البلد كانت رايحه في 60,000 داهيه، وفي 6 ساعات المشروع اللي ابتدى في 9 سنوات راح في 9 ساعات. انتم حاجه لا يمكن يعملها الا تأييد الهي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد لو بتوجه رساله لكل اخواننا اليمنيين من المملكه العربيه السعوديه وانت الان في الرياض، وش بتقول لهم؟ اللي داخل اللي داخلون كل يمني. كل يمني. النبي عليه الصلاه والسلام قال تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. انا اقول تمسكوا بالسعوديه وموقف السعوديه ولن تضلوا بعدها ابدا. هذا اللي اقدر اقوله انا. ما بش معاك غير السعوديه تمسك بها. في مشروعين الان في الشرق الاوسط، مشروع برعايه نتنياهو واذياله، ومشروع برعايه محمد بن سلمان والعرب الشرفاء من بعده، وانت اختار يا طريق الصهيونه يا طريق العروبه. والموضوع مش موضوع سياسي، الموضوع كفر وايمان، الموضوع شرف وبلا شرف، الموضوع عقيده ولا بدعه يعني وريحه فيها الله لا رده. فما معكم الا السعوديه، العرب كلها تعرف واليمن كلها تعرف، وهذا ما كلامي انا بس، حتى العرب الان كلها خلف السعوديه، ما هو بس اقول لك المسبري يقول علشان انتم عارفين ان رضيت السعوديه وانتم معها والله ما تتركم. وشفتوا ايش اللي حصل في 9 ساعات كيف ضبطت الامور كلها. ما تشكك في السعوديه، هذا بتوصل في الاخير للمكان اللي وصل له المسمري، انه ما معنا بعد الله. وشوف يا ابو راكان يعني والناس كلها عارفين بهذا الشيء، بس الا اللهم فذكر ان ذكرى تنفع المؤمنين. معك في السعوديه 3 مليون يمني، وما في احد فتحنا ابواب لهم. ما في احد، وقت ما هو امن قومي وحرب على الحدود والابواب مفتوحه لليمنيين. تخيل في دوله بالعالم كلها تتحارب مع دوله وتفتح ابوابها للشعب الا السعوديه. معك الان 3 مليون يمني بالسعوديه، لو بس ضربت ان كل واحد بس يرسل يعني بالشهر 3000 ريال مصاريف، 3000 ريال سعودي، تكلم على 900 مليون، قرابه مليار سعودي شهريا. ولولا هؤلاء المغتربين بعد الله اللي في السعوديه كان اليمن
مش الا مجاعه بس. كان راحت. من وين يصرفوا الناس؟ من ياكلوا؟ ما فيش واحد حتى اللي بأول الناس تلقاه ينتقل للسعوديه وباليمن تلقى اخوه ولا ابن عمه شغال بالسعوديه. ويتغاضوا عن هذا الشيء. والحدود مفتوحه، اللي يتهرب واللي يدخل رسمي واللي بالطيران واللي من المنفذ. ليش اقول لكم انه من تمسك بها ما خلته. خاصة يا ابو راكان يعني غير الدعم اللي من اليمنيين المقيمين في السعوديه، دعم مركز الملك سلمان اللي انت واحد يعني من اعضاء ورئيس الفريق يعني في اليمن، البعثه في اليمن. السير الغذائيه، المدارس، المستشفيات، الكلاب، العيون، في المهره، في عدن، في كل مكان يعني مليارات عارف مع مليارات. عارف ترى عندنا غيرك يعمل مسابقه نكش الحنه ونفط الابط. نتف الابط والله عاملين يعني احتفال. انا شفته والله بسكوتها والله ما هو شفتها مسابقه برعايه ما ادري ايش نتف الابط والحنه. غيرك يعمل مسابقه للحنه وغيرك يعمل مستشفى ب 2 مليار بالمهره. انت عارف ايش الفرق؟ لكن لازم ما يعرف الناس هذا الشيء. وفي تقصير اعلامي، سواء من اعلاميين سعوديين في اعلاميين يمنيين، لازم ما يوصلوا ايش اللي بتعمله السعوديه باليمن. تخيل انا اعرف هذا الاشياء واتكلم بها وانا عايش في امريكا، وفي ناس عايشين باليمن وفي السعوديه ما يتكلموا بها. كنت تشوفني وانا اشوفك والله اني شايفك عده مرات، والسله الغذائيه وانت تسافر من مكان لا مكان. انت يعني عرفتك انك معروف ومشهور، لكن في غيرك اخوه سعوديين كانوا يعني جنبك. بس الله ان يبارك لكم فيما انتم فيه وان يعطيكم اضعاف ما تنبغون. اللهم